الطريق إلى الله واليقين بقدرته لا تحتاج وسطاء، يكفي إنك تحسن الظن بالله. تخيل معي مجموعة من الناس محبوسين بكهف طول حياتهم، يعني من كانوا صغار لحد ما كبروا، وكلهم مربوطين بطريقة بحيث ما يقدرون يشوفون أي شيء غير حائط الكهف. هسه تخيل معي في نار موجودة وراء بالكهف بهاي الطريقة، بحيث أي شيء يصير قدام النار يشوفون ظله على الحائط. بهالحالة راح يشوفون العالم كله عبارة عن ظلال، وما راح يعرفون أي شيء عن العالم الحقيقي. هسه تخيل معاي واحد منهم قدر يفتح القيد اللي رابطه ويخرج خارج الكهف، ويتعرف على العالم الخارجي والأشياء الحلوة اللي بيه، وبعدها رجع لهم للكهف وظل يحكي لهم عن جمال الطبيعة والأنهار وبقية الأشياء اللي شافها. طبعا ذولا ما شايفين بحياتهم غير الظلال، وتعودوا عليهن وحبوهم، لذلك لما يجيهم صاحبنا راح يعتبروه كذاب ومخادع، وحتى لو يقدرون يفكون قيودهم يمكن يقتلونه ويأذونه بطريقهم. بالنهاية الناس ما يحبون أحد يغير لهم أفكارهم. المهم هاي القصة هي قصة رمزية حتى تبين جهل الناس بالعالم الحقيقي. عالك الصداقة والشجاعة والشهامة والقوة والخير وبعد غيرهن كثير، هذول الكيانات يسمونهم المثل ideals، لأنهم كيانات مثالية موجودة بعالم عقلي مثال. تسمية المثل مثال الجمال ومثال الشجاعة ومثال الحب وكل المثاليات الباقية. حاول تعرف شنو الشيء اللي مشترك بينهم. صحيح كل المثاليات وخالدات بعالم المثل وكلها الحكي، ولكن في شيء أعمق وهو الخير، يعني كلهم بيهم جزء من الخير، لأنهم مثل خالدات وحقيقيات أكثر من أي شيء ثاني، هن وسيلة الإنسان الوحيدة لفهم هذا العالم.